السلام عليكم. في هذا المقطع سنرى أقوى 3 مباريات الديربي، لكن قبل أن نبدأ اشتركوا في القناة لنصل إلى 2000 مشترك إن شاء الله. المباراة الأولى كانت بين الرجاء المغربي والوداد المغربي في بطولة كأس محمد السادس لأندية الأبطال، وانتهت مباراة الذهاب بتعادل، لتأتي مباراة الإياب وتكون من أقوى المباريات. هكذا اللافتات، هكذا السحر ما تشاهده هنا أكبر بكثير من مسألة كرة قدم. ارتباط، انتماء، ولاء، عشق، محبة، حياة، ماضي، حاضر، مستقبل. تشعر وكأنهم يرتبون حياتهم من أجل هذه الليلة، يرتبون حياتهم من أجل هذا الديربي. كيف يشجعون، كيف يحولون المكان إلى هذا المنظر، إلى هذه الصورة، إلى هذه الليلة الكبرى. الله على هذا المشهد وهذه البداية، وكأن الحكم ينتظر التيفو ينتهي، وكأنها جزء من المباراة يجب بأن ينتهي، يعطونها الوقت الكافي. المخرج يأتي باللقطات الصافرة ستأتي. المدرج قام بالبداية التي تليق بهذه القمة الكبرى في البطولة العربية. كم نحن محظوظون، كم نحن محظوظين في قناة أبو ظبي الرياضية، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، بأن يلتقي الفريقان وجها لوجه في البطولة العربية التي تحمل اسم كأس محمد السادس. وبالتأكيد يرى المغاربة تخيل الضغط، لكن التشكيلات هناك لا تنتهي، لكن اللافتات هناك لا تنتهي، لكن المدرجات هناك قصة أخرى، قصة أخرى حقيقة. ما يقدم جمهور الفريقين في أرضية الملعب، ما يقدمان على الوداد، وبالتأكيد الذهاب انتهى 1-1، ولذلك الرجاء يحاول الآن مالونجو يحاول. الكرة وصلت إلى حارس المرمى، تعود الكرة من جديد في الصافرة وخطأ هذا المكان، والكرة العرضية على القائم القريب، ولكن حارس المرمى متابعة دربكة، الفرصة بتضيع، الكرة بتروح، فرصة أولى محققة، هدف أول. كانوا قريبين في اللحظات الأولى مشاهدينا، لكن حارس المرمى يتألق في اللقطة الماضية ويبعد هدفا محققا. مدرج الفرميجة، مدرج الوداد، محاولة هنا تصويبة، الكرة أيضا تتخلص. تشعر بأن المدرجين يتحولان إلى شاشات عرض، إلى شاشات عرض. شيء يا ليت المخرج بس يعطينا كل شوي الشاشة تتغير، كل شوي في إعلان جديد، في رسالة جديدة، في تيفو جديد. نصيحة يتفوق تاريخيا ب 42 انتصار، الوداد 35 انتصار، لكن اليوم انتصار ثمين، انتصار غالي الصقور. الحكم ماذا يقول؟ ركلة جزاء، فرحة ودادية كبرى. الآن احتجاج بالنسبة لفريق الرجاء. انظر الآن هذا الاحتجاج، فرصة التقدم، فرصة الهدف الأول. شوف الكرة كانت فرصة أولى عن طريق الحداد، وشوف اللقطة الماضية للتقدم بالضربة الأولى من ركلة الجزاء، من علامة الجزاء. نشاهد ونتابع، يتقدم يا رب. للدار البيضاء خط أحمر اسمه الوداد، للدار البيضاء خط أحمر اسمه الوداد. الديربي يشير إلى الفورميجا، للمدينة القديمة، للون الأحمر. يا نهيري، محمد نهيري في اللقطة الماضية على طريقة بانينكا. انظر إلى كرة الملعقة، يا سلام يا سلام على ركلة الجزاء، على الهدوء في أجواء ديربي. الكرة بتتحول الآن في الجهة اليسرى، انطلاقة الحداد بيرسل الكرة نهيري المتقدم. يا رب الفرصة بتضيع، والكرة عن طريق هذا الضغط. سفيان رحيمي، سفيان بيرسل الكرة، تصويبة قوية كانت عن طريق أيوب نناح، لكن الكرة وصلت إلى حارس المرمى، كانت من أيوب، ولكن الحارس الواضح في الصورة تقناوتي الدولي المغربي يقول لهم هدوا اللي في الجهة والنقاش في الجهة، ولكن العرضية لاعبين أيضا عليهم الأضواء، لكن نجوما يخطف الأضواء. يا الله على كرة كانت من نجوما، وتقناوتي
التكناوتي. شوف ردة الفعل، الكاميرا كادت أن توثق لكن التكناوتي يقول لا، ما زلنا جديدة أحداثها حتى وإن كانت حالية ووقتية لكنها تستحق الوقوف، تستحق إعطاء. وحقيقة هناك الكثير فيما يستحق أن يقال في هذا الديربي، ولكن لم يترك لنا الزميل يعقوب السعدي شيئا نقوله حقيقة إلا وسبقنا إليه في تغطياته المتواصلة. الله على المرور، الله يا رحيمي، ما زالت إلى انجوما بغير الاتجاه. محسن متولي يعيد الاتجاه لكن تكناوتي أي شوط يقوم به هذا الوحش في التصدي والذود عن مرماه. الله، والكرة وصلت إلى سفيان رحيمي، سفيان بيرسل الكرة إلى فابريس انجوما، وقوف لكن التغطية تأتي بشكل ممتاز، كانت عن طريق المدافع أشرف داري، والكرة بعد ذلك تبعد من جديد. شوف الضغط، حكم المباراة قريب يشير إلى استمرار اللعب، ونهيري يريد أن يستمر باللعب، يريد أن يستمر بالتقدم، يريد أن يستمر الآن باتجاه فابريس انجوما، يرسل الكرة في مكان فيها تمريرة، فيها محاولة، فيها متولي قوية يا رب. تكناوتي غير عادي، غير عادي، مجنون يا أحمد رضا. الله على ردات الفعل، إنه ممتع التنال، ممتع التنال، وما زال للمتعة بقية وللرجاء بقية، والتصويبة القوية إلى خارج شوف ما شاء الله تكناوتي مغطي خارج المرمى، يعني ما شاء الله مخلص المرمى ومغطي. شوف التكناوتي حاط شوي احتياجي في الديربي، رد كبير جدا على أحقية المشاركة. هنا التمريرة، هنا التصويبة ضعيفة، والتكناوتي يتصدى ليصعد من ذلك بكل تأكيد. الصافرة مشاهدينا تأتي من الحكم محمود البنا لينهي أحداث شوط المباراة الأول لهذا الديربي. شوط سريع، شوط جميل، شوط بفرص، شوط بهدف ودادي والسيطرة خضراء وفرص والتألق كبير للتكناوتي. شوط كان فيه المدرج دائما وأبدا حديث هذا الديربي. الكلمة للزميل أسامة، تفضل لك الكلمة. شكرا للزميل أسامة الأميري، شكرا للكابتن خالد بيومي والكابتن زبير بيا. عودة مع حضراتكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أحبتي الكرام عبر قنوات أبو ظبي الرياضية. شوط المباراة الأول لم يكن جيدا بالنسبة لجمال السلماني على مستوى النتيجة، وتأخر الرجاء بهدف نظيف. إسماعيلي مولودية الجزائر والقوة الجوية، الكرة بتصل الآن في مكان. الله على المرور، الله على متولي، سقوط ركلة جزاء، ركلة بركلة، والبادئ أحمر، والبادئ أحمر. جمال السلامي فرجت يا جمال حتى الآن، ركلة جزاء بعد مرور اختراق الرجاء. نشاهد العودة، هل يعودون؟ بيرسل الكرة يا رب. الدربي يعودون إلى مدرج المكانة، يعودون إلى درب السلطان، يعود إلى مقهى بويا صالح، إلى رجاء الشعب، إلى النسور الخضر. رجاء الشعب لا يرد، لا يرد. من أجل رجاء الشعب يسجلون، يعدلون 1-1. محسن متولي، فرحة كبيرة، فرحة كبيرة. جمال السلامي احتفالية في هذا الهدف. التعادل يأتي، محسن متولي يصنع أولا، يسجل ثانيا. كركات رجاء. كرة بتتحول، مستوى الدربي في الياب أعلى حتى عن الذهاب. الكرة الآن، فالكرة الآن يا رب. التكناوتي من جديد، إن أردتم أن تسجلوا عليه لابد من ركلة جزاء يا رحيمي. سفيان يفرق، سفيان يحرك المدرج، الدخان في كل مكان، إنهم يشعلون. كرة تعود من جديد الآن لمصلحة الوداد. هل يتدخل مدربة؟ الكرة في الجهة اليمنى، فيها محاولة ولكن هناك صافرة وخطأ، صافرة وخطأ في انذار. شايف انذار، الانذارات بدأت تزداد شوي شوي، وشايف احد الاسماء اللي ربما شاركت ايضا في شوط المباراة الثاني. هل خرج بابا توندي في الشوط الثاني؟ هذه للمشجعين، للجماهير، لمن يعتقدون بانهم يحبون ويعشقون انديتهم. انظروا كيف تفعل، انظروا كيف يكون التأثير يا رب. ضربة راس
تعيد رسام الوداديين مرة أخرى للارتفاع من جديد. هدف سجل المدرب دخل أيمن الحسوني لمثل هذه اللقطة، لمثل هذا الموعد، لمثل هذا الديربي، لمثل هذه الليلة. هل شارك من أجل هذه الرأس؟ الله على كرة رأسية يا ودادي، يا ودادي كانتاري كما يرددون. الرقم 20 الرأسية تأتي، بركان في المدرج وبركان في الفريق. المدرب دوران أدخل والألتراس هناك، الوينرز هنا والتراس الرجاء، ولكن شوف الوينرز، شوف المنتصرون، إنهم بهذا المسمى، إنهم بهذا اللقب، إنهم بهذا الاسم. الوينرز ليس لقبا فقط، إنه الوداد للدار البيضاء، خط أحمر اسمه الوداد. بالتأكيد مشاهدينا متابعينا في كل مكان، فرحة كبيرة جدا يتقدم من خلالها الفريق. هل كان أيوب الكعبي انظر إلى الدموع، يا لها من ربع ساعة بعد أن سجل فريق الرجاء اعتقد الجميع بأنهم عادوا. تأهل في هذه اللحظات الأولمبيك أرسي على حساب الترجي بركلات الترجيح. المغاربة لن يفرطوا يا رب. أنس جبرون البديل كاد أن يعيد الأمل، كاد أن يعيد الحظوظ، كاد أن يبقي على الرد. كرة قدم، لا ما الكرة بتتحول. الله على كرة متابعة، تصويبة ممكن تأتي يا أنس، ولكن كرة أنس جبرون إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. أساسا العراقة اللي خرج منها الفريقين طلعت بالتأكيد ما بين الوداد وما بين الرجاء. على أيضا أيوب الكعبي، الكرة مع عرضية ممكنة، الكرة تعود من جديد، وصلت إلى أيمن الحسوني. الله يا رب. الوداد إلى الدور القادم بهدف بديع. نعم نستطيع. الوداد بصوت عالي، نعم نستطيع. بهدف بديع الله على أربعة ثقيلة جدا. أكبر انتصار في تاريخ الوداد، في تاريخه في الدربي. لم يسبق أن تجاوزوا 3 أهداف مع بديع، تجاوزوها. ماذا فعل الوداد اليوم؟ انظر إلى التمريرة الساحرة، ما تضيع. 4-1 الكرة بتتبرر، بينية للرجاء. ما زال الرجاء، ما زالت الفرصة، ما زالوا في الملعب، ما زالت عن طريق البديل الآن. 4-2 لم يخرجوا، ما زالوا في أرضية الملعب. يا الله يا جمال السلامي. باقي ربع ساعة والمطلوب هدفين، والهدفين من الممكن وصولهم. شوف التمريرة البينية، شوف من بديل إلى بديل. الموقف يعرف صعوبة الوضع، الكرة بتتحول في الجهة اليمنى باتجاه عبد الرحيم، يرسل الكرة فيها تحرك من أحداث، يحاول فيها مطالبة بركلة جزاء. إنه الجنون بعينه، إنها قمة الجنون. تأتي ومحسن متولي للرجاء يأتي يا رب. يا الله، لم تنتهي بعد، بل بدأت الآن. إنهم يتحدون الضغوطات. تسجل علينا على طريقة بانينكا، يردونها هنا. تيفو مقابل تيفو، بلنتي مقابل بلنتي. محسن متولي تحت كل هذه الضغوطات تسجل بهذا الشكل. يا أخي مستحيل هذا اللي نشوفه. شوف اللقطة، شوف التثبيت، شوف الهدوء، شوف ركلة الجزاء.
سلامات سلامات سلامات. حتى تليفوني فضت البطارية الآن، ما في رسائل، ولكن أيوب الرسالة الأخيرة الرسالة الأخيرة الرسالة الأخيرة. ماذا فعلت يا أيوب؟ ماذا ضعت يا أيوب؟ يحاولون، سيتمسكون بكل الآمال. كرة عرضية رأسية، مستحيل مستحيل. لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير، تقرأ السطر الأخير. السطر الأخير يكتب باللون الأخضر، يكتب بلون الرجاء، يكتب بلون النسور، يكتب بمدرج المكانة، يكتب على درب السلطان، يكتب بمقهى يا صالح. إنه رجاء الشعب، إنه رجاء الشعب. ريمونتادا تاريخية عالمية، كمباك خيالي. 4-4. من الذي ارتقى؟ أي رأس قفزت؟ أي كرة استقرت؟ أي نهاية؟ أي ديربي؟ 4-4 أصبحت للرجاء وليست للوداد. باركنا التأهل الوداد. الرجاء يقول بارك لنا الآن، بارك لنا الآن. مبروك يا رجاء، مبروك لرجاء الشعب، مبروك للنسور. لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير. السطر الأخير كتب بالقلم الأخضر، باللون الأخضر. أنا استعجلت في قلب الصفحة لكنني عدت لكي أقرأها. وجدت هذا اللون، وجدت هذا السطر. أين كتبته يا ملونكوف؟ يا لها من دموع، يا لها من حسرة، يا لها من مشاهد، يا لها من ليلة. أي مباراة كنت على موعد معها اليوم، أي ديربي. هل كنتم تنتظرونني حتى تقدموا كل هذا؟ ديربي التاريخ، ديربي الليلة الكبرى. جدال بلا نقاش، الصافرة تأتي. إنه رجاء الشعب الذي لا يستسلم. أما المباراة الثانية كانت بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2016. اليوم هنا في إيطاليا من ميلانو، مدينة لاسكالا، دومو وسان سيرو، عاصمة الأناقة في إيطاليا، والمدينة التي عاشت أفراح التتويج بلقب دوري الأبطال في 10 مرات سابقة. اليوم هي تحتضن نهائي أكبر مسابقة كروية على مستوى الأندية في العالم. النجم البرازيلي الذي بات واحدا من أهم الأوراق في عند المدرب زين الدين زيدان، كاسيميرو الذي أعطى الكثير من التوازن لخط وسط ريال مدريد، كاسيميرو اللي أعطى الحرية الكبيرة خطيرة لأتلتيكو على الطائر، سهلة لنافاس كروس أن يقومون بأدوار هجومية كبيرة في وسط ريال. بيل يحاول مرور، بيل يمر، انطلاقة لرونالدو يلعبها لكن فيها تغطية تدخل، والحكم يحتسب خطأ لكريستيانو رونالدو. نعم خطأ لكريستيانو. صاروخ ماديرا يحصل على خطأ، CR7 يحصل على خطأ في هذه الأثناء. اليمين أتلتيكو في بناء الهجمة، النينو أمام تغطية من راموس، رمية جانبية لأثار دييغو سيميوني. لماذا لم يخرج بطاقة صفراء؟ الحكم الإنجليزي الواضح أمامنا في الصورة يطلب من اللاعبين مزيد من الهدوء ويستدعي بلاك اللي يعتبر واحد من أبرز الحراس في كرة أوروبا حاليا. هذه فرصة متاحة، عرضية راسية خطيرة وراموس رجل العاشرة يريد 11، رجل العاشرة يريد اللقب رقم 11. راموس لمدريد، ركلة جزاء على بيبي. النينو يحصل على ركلة جزاء. جريزمان فرصة للعودة يا أتلتيكو. جريزمان، نافاس، جريزمان مات من أتلتيكو. جريزمان هز العارضة ولم يهز الشباك. لوكا مودريتش لمسة على اليمين ذكية لبنزيما خطيرة لريال مدريد. بنزيما مع رونالدو، ضاعت من كريم،
ضاعت من بنزيما فرصة خطيرة. الله يا أوبلاك، الله يا أوبلاك، كنا غير جاهز 100% على المستوى البدني. عرضية أخرى خطيرة، وهنا حكم المباراة يحتسب خطأ الأولى لريال مدريد. لوكاس يسجل لريال مدريد، الركلة الأولى ناجحة لريال. لوكاس يعبد الطريق نحو 11 بعد أن سجل الركلة أتلتيكو. غريزمان يتعادل غريزمان يسجل ويمتص الكثير من الحماس. أكيد عند أنصار ريال مدريد أن تكون في شباك أوبلاك. مارسيلو وأوبلاك، مارسيلو سجل، مارسيلو يا لها من كرة يا مارسيلو، ويا لها من فرحة يا مارسيلو. ونافاس جابي يلعب كرة في المرمى لأتلتيكو. نعم جابي الأكثر تركيز، الأكثر هدوء أمام أوبلاك، النجم الوزي والحارس أوبلاك. بيل يلعب الكرة في المرمى من جاريث بيل، لا يريد واحد منهم أن يتنازل. ساول كيلور، ساول وكيلور، ساول يلعب الكرة في المرمى من ساول. نعم ركلة رائعة من ساول. البطولة السابقة سيميوني أدار المرمى ظهره وذهب إلى الجماهير يحفزهم. راموس وأوبلاك، راموس في المرمى يا راموس في المرمى. بطل العاشرة يريد 11. مستعجل فران يلعبه والقائم. ليش مستعجل اخوان؟ ضاعت من فران، ضاعت من فران. حاسمة يا إذا سجل كريستيانو. ريال مدريد بطل 11. رونالدو وأوبلاك، رونالدو كريستيانو. والمباراة الثالثة كانت ضد مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. لا نريدها بأن تكون كما كان الذهاب، وهي لن تكون كذلك. لن يكون اليوم ما حدث في الذهاب، لا بد من تغيير في الصورة. ضربة البداية، تحياتي محدثكم فارس عوض. شوط المباراة الأول، ناني يريد أن يبدأ مبكرا، ناني يهرب. ضربة ركنية في أول 11 ثانية من هذا الديربي. التاريخ ينحاز للمانيا ب 64 انتصار مقابل 42 انتصار للمان سيتي. بولينج حتى الآن الكرة تصل إلى حارس المرمى فان دير سار. كرة بتعود الآن، روني السلام، جيكس الله، ناني تكمل. مدافعون، حراس، شباك، يسيطر يعود. التمرير الآن في مكان ميكا يتقدم، ميكا يمرر. شو رايت في تصنع الربيع للمان سيتي مع جيكس. يا سلام يا سلام، روني بيربا إلى سكولز، تمرير ناني، استلام كنترول للمانيو. كرة عرضية عالية، روني الله، من كرة خلفية من باكورد خيالي.